هلو. النهارده الجزء الاخر من تكمله ازاي اطلع اوز باللوج. في اول حلقه عملناها سوا اتكلمنا الخطوات ان احنا نبحث ازاي لغايه ما نلاقي حد يعمل لنا ابروفل. فدلوقتي نتخيل سويا ان حصل لنا ابروفل، فمرحله الاوراق هيبقى شكلها عامل ازاي. اول حاجه بتحصل بعد ما بيحصل لنا ابروفل من جهه اوز باللوج ما ان هما بياخدوا عنواننا، رقم تليفوننا، والبوست لايت سال بتاعنا اللي هو الرقم البريدي بتاعنا اللي هو مكون عادة من 5 أرقام، علشان يبعتوا لنا الفتخاك بتاعنا اللي هو الكونتراكت ذات نفسه. الكونتراكت بيوصل لك ممضي عليه من الجهة اللي انت اتقبلت منها. انت بقى عليك الباقي. في Ausbildung بتبقى متطلبة انك عامل توثيق وأناكنونج لشهادة الثانوية العامة بتاعتك، وفي Ausbildung ما بتبقاش طالبة ده، فلازم نسأل الجهة المختصة هل انتوا طالبين يبقى معانا شهادة ثانوية عامة بتاعتنا ولا لا. ده جزء. تاني جزء لو احنا هنطلع بالبكالوريوس او الماجستير زي حالاتي، بنبدأ في عمليات التوثيق من أولها لآخرها، ألا وهي بتبدأ من إن إحنا بنجيب شهاداتنا من الجامعة بتاعتنا، وبعدين بنختمها من الجامعة ذات نفسها، جامعة اسكندرية مثلا في حالتي، وبعدين بناخدها نوثقها من الخارجية، وبعدين في الحالة الأخرى بقى بعد ما بتوثق من الخارجية بنشوف على موقع السفارة الألمانية في مصر المترجمين المعتمدين اللي السفارة معتمداها عندنا، بنتواصل مع حد فيهم بحيث ان نتفق معهم على ميعاد نروح لهم نسيب لهم الشهادات بتاعتنا والحاجات اللي احنا عايزين نترجمها ويترجموها لنا. بعدين بنبدأ المرحلة الأخيرة ألا وهي TLS Contact. TLS Contact حوارهم مستفز شوية ومطول شوية ولازم يبقى عندنا طولة بال وصبر في كل البروسيس دي. عامة TLS Contact بنحجز من على الموقع بتاعهم. فأول شيء محتاجين نحجزه هو الليجلايزيشن بتاع شهاداتنا، لأن ده أنا ما كنتش أعرف وهم ما قالوليش، ورحت معادي وقالوا لي لا أنت مش عاملة ليجلايزيشن لأوراقك، ورجعوني علشان يعني حجزت الميعاد ده 3 مرات بعدها، مرة للليجلايزيشن، مرة نستلم الليجلايزيشن، ومرة أخرى علشان أسلم بقى أوراقي بعد ما تبقى ليجلايزد. anyway. فبنعمل ليجلايزيشن الأول، بنسلم شهاداتنا اللي اترجمت ووثقت لهم، يعملوا لها ليجلايزيشن من السفارة الألمانية، يسلموها لك، تحجز ميعاد آخر لاستلام الفيزا بتاعتك اللي هي هتسمح لك إنك تروح بيها ألمانيا. في خدعة حصلت معايا أنا يهمني جدا إنكم تبقوا واخدين بالكم منها، علشان الجهات المختصة من الأوزبيلونج عادة بيتكلموا عن حقوقهم وما بيتكلموش عن حقوقنا، فبيتكلموا عن متطلباتهم مننا دون أن يوعونا إيه حقوقنا منهم هم. فأبسط حق لازم يا عزيزتي ويا عزيزي إنكم تبقوا فاهمينه من دلوقتي، إن بعد 6 شهور إقامة ودفع ضرايب في ألمانيا من حقنا إن إحنا نطلع الأوفنتهالتستيتل بتاعنا، ألا وهو كارنيه الإقامة بتاعنا، لأن أنا كان متقالي إن مش مسموح لي أطلعه غير بعد سنة من وجودي هنا، يعني بعد انتهاء الفيزا بتاعتي، which puts me in a really dangerous spot. وأعتقد إنها مقصودة، بس ما علينا، قصة أخرى لوقت آخر.